السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بشعب الجزائر الحر المناضل وكل الشعوب الحرة المناضلة في العالم. شاهد جيش أمريكا يخطف محمد السادس بملابسه الداخلية كما فعل في مادورو، والمحكمة الدولية تسجن السادس بتهمة الإبادة. تفاصيل مهمة جدا وخطيرة ومقاطع في منتهى الأهمية. لايك على الفيديو، شير الفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وهنبدأ مع بعض بنقطة مهمة جدا تتعلق بالداخل، تتعلق بالداخل. يعني ايه الداخل؟ الداخل في الأراضي المغربية. ماذا يحاول السادس؟ أن ينشر بين الأراضي المغربية وبين الشعب المغربي، لأن ده موضوع في منتهى الأهمية ولازم نتكلم عنه ونوضحه. راه شو ماشي والله الا بالله، ترى ماشي دابا 4 ولا 5 ولا 6، وراه كيمشيو 18 كيجيو 18، فهمتي؟ و 18 ماشي هما 18. ماشي اللي نقول لك اخويا انايا الموجود الله اخويا. هذا المشكل ديال الحجر اول مره يوقع وراه دائما هذا الحجر، دائما كل ليله كيوقع الحجر الصم. هما كيضربوا من التحت والاخرين كيرد عليهم هما كيضربوا من الفوق والاخرين كيردوا من التحت. قول لي خويا، انا صورت مع دابا قال لك علاش نتوما ما بغيتوش انكم تقبلوهم؟ شان تقبلوا خويا ولادنا يوليو حتى حنا بحالهم صاحبي، راه ماشي معقوله هذا الشيء. وحنا راه ولادنا كيخرج، عندنا ولادنا هنايا، عندنا الديور ديالنا شارينهم برزقنا هنايا، فهمتي؟ رافضين هذه القضيه هذه، رافضين اخويا، حنا من اخويا عندنا ولادنا هنايا صاحبي، حنا عندنا ولادنا العزيز، فهمتي؟ راه عندنا 4 د الولاد يخرجوا حتى هما يشوفوا بحال الماركات هذو ما يوليو بحالهم. نيشان هذه هي الهضره. خويا رافض انكم تقبلوا كنكونوا هادشي في الحقيقه. قابلين لا ما قابلش اخويا الحكم، حتى شي واحد ما باغي هادشي، ضرر الله ربي العبد وما كيبغيش. السبب ديال التواجد ديالي هنا نتفاجئوا بمجموعه من المثليين، يعني شادين، تيشيروا على الابناء ديال الحي ديال العراق، تيشيروا عليهم بالحجر. فاش سولنا هنايا الاخوان والاخوات هنا ديال الحي، لقينا بان هاد الناس هادو تقريبا بهم اكثر من 20 واحد في برطمه واحده، والساكنه مرارا وتكرارا صباح مساء تتستنكر هاد الافعال المشينه، هاد المثليه اللي طبيعه الحال حنا في مجتمع يعني محافظ ما غنتقبلوش مثلا هاد الظاهره هذه. ودابا دابا المشكله هو انه ولا تيوقع صراع ما بين هاد المثليين هاد الشواذ وما بين الساكنه وما بين الاحياء وما بين الابناء ديال الاخوان هنا اللي ساكنين. تقدر الله يستر في اي حاجه ما توقعش جريمه سقط لهنا. وراه كانت هنا، راه كان غادي يوقع انفلات امني، راه قدر الله وما شاء فعل، رجال الامن انهم حضروا، اما راه على بونت كان كما تنقولوا بالدارجه كان يوقع انفلات امني في هذا الحي هذا. لذلك تنطالبوا من السلطات الامنيه ومن السلطات المحليه انها يعني دير الحل لهاد الناس هادو. حي العراق راه فيه عائلات محترمه، فيه عائلات مأصله، يعني ناس اللي محترمين واسر محترمه، خاصهم يعيشوا في واحد البيئه اللي نقيه، وبغاو يكبروا هاد الناس هادو، راهم بغاو يكبروا وليداتهم في بيئه نقيه. لذلك تنطالب من السلطات انه يكون تدخل عاجل لهاد الحاله هذه، ولا ان راه غادي توقع شي كارثه، ان هاد تيوقعوا يوميا صباح مساء تيوقعوا مواجهات ما بين هاد الشواذ الجنسيين هادو، هاد المثليين الجنسيين، وما بين ابناء ديال الساكنه هنايا. لذلك تنطالب حتى من الساكنه انهم يتآزروا ويتكاتفوا ويديروا وداديات باش حتى لا كانت شي حاجه تكون قانونيه ولا هضروا على حقهم تكون قانونيه، باش يديروا يد في يد مع السلطات وينقيو الحي ديالهم. وراه الا ما كانوش الرجال في هذا الحي اللي غينقيو الحي ديالهم راه ما عمرو غادي يتنقى. لذلك خاص الرجال والنساء الاحرار ينوضوا وينقيو الحي ديالهم باش المدينه كامله تنقى. وتنشكر هاد الساكنه هادو اللي ناضوا هاد النهار واستنكروا هاد الفعل المشين ديال هاد المثليين اللي بقاو يشيروا على الناس بالحجر وتيتحرشوا بالوليدات الصغار باش يطلعوهم من تما. حاشاك ما عرفناش شنو باش يديروا فيهم، واش يفسدوا فيهم ولا شنو غيديروا. تنوجه الشكر لهاد الوليدات هادو، لهاد الناس هادو اللي استنكروا هاد الليله هاد الفعل الاجرامي. وتحياتي لكم جميعا والسلام. سمعت حضرتك الشواذ، تمام؟ الألوان منتشرين في فاس وفي غير فاس في مناطق عدة، وبيعملوا مشاكل وخناقات مع الشعب المغربي. عايزين ينتشروا وينشروا الثقافة بتاعتهم بأمر من المخزن. بالمناسبة يعني الناس دي بتعترف ان المخزن هو اللي بينشر هذه الثقافة،
بيوزعهم عشان ينشر هذه الثقافة اللي تبع اتفاقية إبراهام، واللي تبع الأجندة الصهيونية اللي عايزين ينشروها داخل الأراضي الإفريقية والعربية. ومش هيلاقوا أحسن من تراب المملكة الشريفة عشان ينشروا فيه الكلام ده. مش هيلاقوا أحسن من تراب المملكة الشريفة، مملكة أمير المؤمنين، عشان ينشروا فيه الكلام ده على مرأى ومسمع الجميع. تمام؟ تعال نروح بقى لنقطة مهمة جدا. هذه المغربية شغالة في سبتة، يعني بتعلنها على الملأ أنها تطرد المغاربة. هي مش عايزة المغاربة اللي حرجوا لسبتة. تعال اسمع معايا. ¿Parece la instalación de las carpas en Loma Colmenar, la hípica y en otros emplazamientos? Fatal. Todo lo que sea dejarlos aquí me parece fatal. Lo que tenían que hacer es montarlos en autocares y sacarlos. Como han entrado, llevárselos, nada más. Pero como el gobierno es como es y ha cogido lo que ha cogido, pues los ceutíes nos lo tenemos que comer con patatas. La suciedad, el malestar, todo, cariño mío, la inseguridad, vienen los colegios, cómo vamos a mandar a nuestros hijos al colegio con todas estas gentuzas afuera, en la calle. ¿Tú te piensas que yo voy a mandar a mi hija al instituto a las 7 de la mañana? ¿Te piensas que este gobierno está haciendo algo por Ceuta? Pues ¿sabes lo que va a terminar esto? Muy mal. Va a terminar que los ciudadanos salgamos a la calle a echarlos de nuestras calles. Es lo que vamos a hacer. Porque ya han pasado 20 días y... Es horrorosa. Soy del servicio de limpieza de Servinice. Mis compañeros no paramos de limpiar. Y está todo muy sucio, abandonado. La inseguridad que crean. Están aquí tirados en las calles como si fuesen ropa que tienes tú en un tendero. Así no están tendidos todo el día en la calle. Que se los lleven. No lo pide el rey de Marruecos. Los padres no piden a estos menores, pues que los saquen. Es tal cual. Que se vayan. No los queremos aquí, que me llamen racistas, me llamen lo que les dé la gana. Pero es que tenemos una inseguridad, una impotencia, un agobio que no es normal y no nos lo merecemos. Que los cojan y se lo lleven. Ni embolsamiento, ni que se lo quieren llevar ahora a la Pantera, a ningún lado, señora mía, a la frontera donde tienen que ir. Porque nos han invadido y si les cuidan y les dan todo lo que necesitan, volverán a hacerlo otra vez. Y esto es una pescadilla que se come la cola. Esto es, se quedan, los cuidamos, quitamos de nuestros ciudadanos, los mantenemos nosotros con nuestro dinero público y ahora volverán a entrar y entrarán más. Echarlos de aquí, que se vayan, que no los queremos aquí. Nuestros mayores no están bien, nuestros niños tampoco están bien. Mis hijos no salen, no van a la playa. ¿Por qué? ¿Qué derecho hay? Que se queden con la ciudad, pues me parece mal. Ni embolsamiento ni nada, yo los llevaba a la frontera. Y si no, que se los lleve Sánchez a la Moncloa. هذه المغربية يعني اللقاء ده نشرناه مبتورا قبل ذلك حتة صغيرة، لكن ده اللقاء الكامل. أهي بتقولها بشكل مباشر إن هي مش عايزة المغاربة دول يكونوا موجودين على الأراضي السبتوية، الأراضي الإسبانية. مش عايزاهم، مش هتستفيد منهم بحاجة، بالعكس دي أذتهم في أكل عيشهم، أذت المغاربة اللي عايشين في سبتة في أكل عيشهم وفي حياتهم. حتى جالية المغرب في إسبانيا تمام طلعت في فيديوهات كثيرة جدا وهاجمت محمد السادس لأنه أضر بمصالحهم، وإسبانيا دلوقتي بتتعامل معهم معاملة مختلفة تمام الاختلاف. تعال نروح لموضوع محاكمة محمد السادس، لأن ده موضوع خطير جدا. زي ما حضرتك شايف اهو ملك المؤامرات محمد السادس ومافياته امام محكمة العدل الدولية. صحيفة ذا اوبجكتيف الاسبانية رفع قضية امام المحكمة الجنائية الدولية بشأن موجة الهجرة التي دبرها نظام المخزن مستخدما اياها كسلاح لابتزاز اسبانيا. صحيفة ذا اوبجكتيف الشكوى قدمت من قبل منظمة مانوس ليمبياس أيادي نظيفة ضد ملك المغرب محمد السادس، وكذلك ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه ومسؤولي الشرطة في كلا البلدين. صحيفة ذا أوبجكتيف المنظمة تطالب بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الوفيات والإصابات والأضرار الأخرى ناجمة عن قرارات أو أوامر سياسية أو تقصير متعمد من جانب السلطات الإسبانية والمغربية. وطبعا السلطات الإسبانية ملاش علاقة بالموضوع، السلطات المغربية هي اللي دبرت كل هذه التفاصيل. وتعالى اسمع معايا، أنا ما اخترعتش الكلام ده. وقدمت الشكوى من قبل منظمة مانوس لومبيونس
أيادي نظيفة ضد ملك المروك محمد السادس، وكذلك ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه ومسؤولي الشرطة في كلا البلدين. واستنادا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، تطالب منظمة أيادي نظيفة إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها الحدود مع المروك، والتي تميزت بدخول غير قانوني ل80 ألف مهاجر. 80 ألف مهاجر في 30 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي كان يحتفل فيه العاهل المروكي بالذكرى 27 لتوليه السلطة. يادرا العياشي هذيك تاع نسترجعوا سبتهم ليليا ونحرروا ونضغطوا والأمن والمصطلحات هادو. هم تقدموا بشكوى ضد الملك تاعك، يعني حتى وإذا ما يتعرضش للمساءلة وحتى وإذا ما يسجنوش، لربما تقول رانا نلمحوا لك لهذا الشيء هذا، رانا نلمحوا لك باللي الخريط اللي كنت تخرط فيه تاع تضغط على الحكومة الإسبانية ولا تضغط على كاش حاجة غيرك وبون انيفرسار. راه يقول مسرحيات مخزنية، ماهيش مسرحيات مخزنية. قرأ أخي هنايا إسبانيا، هذه السلطات الإسبانية والإعلام الإسباني نشرها. نعاود نقرأ لك من جديد. أفادت صحيفة دو أوبجيكتيف الإسبانية أنه تم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن موجة الهجرة التي دبرها نظام المخزن، مستخدما إياها كسلاح للابتزاز ضد جارته إسبانيا. ما كانش سبت المحتلة ولا ديك الشيخة اللي راك تشيخ فيها. وقدمت الشكوى من قبل منظمة مانوس ليمبيانس أيادي نظيفة ضد ملك المروك، وكذلك ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه ومسؤولي الشرطة في كلا البلدين. واستنادا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، تطالب منظمة أيادي نظيفة بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها الحدود مع المروك، والتي تميزت بدخول غير قانوني ل80 ألف، أكد لي على 80 ألف، 80 ألف مهاجر في 30 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي كان يحتفل به أنا دائما نغلط فيها هذه العاهل المروكي بالذكرى 27 لتوليه السلطة. أنا خاطين، أنا دائما كي نجي نهضر معك في لايف نجيب لك مصدر رسمي، يا من عند الإعلام الجزائري يا من عند الإعلام الإسباني، ليسونسيال هيئة رسمية. ما نريبونديش عليك بالليغو ولا نريبوندي عليك بكاش حاجة ولا حاجة نجيبها من راسي والو. أنا خاطيني يعني ما تلومنيش، أنا غير نبغي نخسر لك النشاط، وهذاك الكذب اللي تكون تكذب فيه والتزوير وهذه الأمور هذه نبغي نحبسك نفريني، هذا ما كان. يعني حتى وإذا ما سجنوش ما تخافش، ما غادي يديروا له والو. يعني هذاك النش اللي كنت دير فيه في تيك توك وكنت دير فيه في مواقع التواصل الاجتماعي ما كان والو. واش الصورة اللي وراك رجل ندير لك الحقيقية هذه بالذكاء الاصطناعي ما تعجبكش. الإعلام الإسباني راه يتكلم، قال لك محمد السادس ونظامه المخزني أمام المحكمة الجنائية الدولية. اشتكوا بكم، اشتكوا بالملك نتاعك، إسبانيا اشتكات بكم من الجنوب. وسمحها خويا والله راك درت لي مشكل على هلا درت خويا مشكل، غير الخير. وهنأتك قلت لك بون انيفرسال للملك تاعك. اليوم قفل 63 سنة، أنا مانيش باغي نهضر عليها لخاطرش الملك تاعك سابقا قال لكم أنا حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. راك تخمموا فاش راني نخمم خوتي. ها اسمع معي. هذا النهار هذا الملك ديالنا الحبيب سيدنا محمد السادس قفل 63 سنة، يعني طفى الشمعة الرقم 63 في العمر ديالو، مزيدا من التألق، مزيدا من الازدهار. ميت بالفرحة والله يا خوتي، وتكون لانيفرسار تاعك ما دامتك والله ما دير لك تهنئة بهذه الطريقة هذه، ما دامتك لو كان تقولها ديري لي ستوري كما هكا والله ما راها دايرتها لك. اسمع معي. هذا النهار هذا الملك ديالنا الحبيب سيدنا محمد السادس قفل 63 سنة، يعني طفى الشمعة الرقم 63 في العمر ديالو. الحبيب ديالنا سيدي يهضر ويتمحن هكا، يا ايماجيني هذا يدير لايف يقول لك بوصباع. والله لانيفرسار تاعك
ما دامتك ولا اي وحده هكا لربما سواء علاقه شرعيه ولا غير شرعيه، والله ما راها دايرت لك ستوري هكا، والله هي ستوري هكا ما ديرها لك. على بالك لو كان نكون اكتر ممثل في فيلم ولا في مسلسل ومقابل اموال طائله دراهم كبار يقولوا لي دير هذا الدور هذا في مسلسل ولا في فيلم، والله ما راني دايره. زي ما حضرتك سمعت الخبر بتفاصيله من على لسان السيد بوسمح، تمام؟ فزي ما حضرتك سمعت يعني الموضوع مطروح الآن أمام إيه؟ أمام المحكمة الجنائية. المحكمة الجنائية يعني إيه؟ يعني محمد السادس دلوقتي متهم بإبادة الشعب المغربي، متهم بقتل الشعب المغربي، ده غير تهمة إيه؟ لفظ الشعب المغربي وطرد وتشريد عائلات مغربية. كل دي تهم على عاتق محمد السادس، نعم كل دي تهم على عاتق محمد السادس. لكن طبعا في ذكرى ميلاد محمد السادس لازم نذكر برضو انه مادورو الرئيس الفنزويلي اللي اختطف من دونالد ترامب هو كمان عنده 63 سنة زي محمد السادس دلوقتي، وده اللي يخلينا ننشر لحضراتكم هذا الفيديو. قولوا سأذكرنا باسم الله يبارك فيكم خوتنا مادورو. بارك الله فيك. يبدو أنه محمد السادس على خطى مادورو. أمريكا أخي يونس، نستذكر فقط ما قامت به أمريكا، أنه عندما امتعضت أمريكا من المخدرات التي حسب الدعاية الأمريكية أن المخدرات التي كانت تأتي من فنزويلا طبقت عدالتها من خلال الإتيان به من عين المكان، يعني حتى بملابس النوم. إضافة إلى ذلك يعني تم التطرق إلى مسار المخدرات وما إلى ذلك. وبحكم أنه الآن حاليا الجزائر رانا الآن في حرب على المخدرات وعلى القاعدة الخلفية التي تقوم بإرسال هذه المخدرات ألا وهي مملكة مراكش بالتعاون مع دويلة الشر دويلة الإمارات. فأنا أظن بأن مصير محمد السادس سوف يكون على مصير مادورو، يعني حتى اذا ما كانش على مصير هذا مادورو، يعني هذاك النش اللي كانوا دايرينه وهذاك الكذب اللي كانوا يروجوا له تاع يضغط على السلطات الحكومه الاسبانيه ولا استرجاع 6 ومليليه ولا هذاك الخريط اللي كانوا يخرطوا فيه، يعني مشى هباء منثورا. والحمار اللي راك تكتب لي المصدر نشرة الثامنة، المصدر ماشي نشرة الثامنة، رانا قرينا لك. ماشي درك راك متسر ونديروا للملك تاعهم كيما دارت الامريكان المادورو، نجيبوه فك القندور هذيك يديروا له الرفده الاسطوريه. بسمح اخوي نستقبلوه انا وياك في المطار، ديروا له لحنا وينزل هو بك الخلخاله. وكل ما تكون مناسبه راهم يديروا له التبهديل. مناسبه تاع خطاب العرش داروا له التبهديل هذا تاع الهروب الجماعي، والمناسبه اليوم عيد ميلاد نتاعه قال لك قفل 63 عام، دار 63 عام. راني خايفه غير يموت هذا العام. ايماجينيو خوتي يموت وهو عنده 63 عام، ومن قبل في الخطاب كان قال لهم انا حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ايماجينيو هو من قبل طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ايماجيني يموت وهو صاحب 63 سنه. عبالك بسمعها عندي فيديو والله ماني حاب نخسر لك اللايف. فيديو شفتي الدارك ويب الاظلم، مظلم، فيديو مظلم، وما قدرتش لازم نشاركه معاك من الاخر. استنى خوتي فيديو هذا من سمحونا على الفيديو يديروا كيتمان تاع العينين. لا ماهوش مسيء الفيديو، ما فيه هو اساءه، وشي فيه هو الاساءه في الفيديو للدين تاعنا. المرة كما نقولوش يحشموا بسماحه من الاخر، ولاو يديروا في حوايج اخويا طغاو بزاف. اسمح لي بسماحه نبدل التليفون برسكو في تليفون هذا تليفون. اوكي يا شلاخي انا مالكي كيتمان تاع العينين. اليوم العياشة لا خرجوا يباركوا للملك، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد كرحي. انا والله يدينك داروا واحد الفيديوهات مرا ما تقدرش ديرهم معاك في الفراش، والله لا في الفراش ما تقدرش مرا هكا دير معاك هذوك الفيديوهات اللي داروهم اليوم باش يهنئوا الملك. حبيبتي انا سيدنا
الله يبارك في عمرك. اليوم قفل لنا 63 سنة، مزيدا من التألق والنجاح. الله يطول في عمر سيدي، وعيد مبارك سعيد. يهضر ويتمحل. السنايبي يدير واحد البوست ما تقدرش تقراه انت والعائله تاعك، ما تقدرش تقرا على الملك هذيك تاع العيد ميلاد. تشوفوا كيف قاعد يتحلون خلاتها. بوغطات دار زوج والله لا دار زوج. شغل دار واحد ما تفاعلوش معاه، عاود زاد تزاوج مزيه تفاعلوا معاه، وما كان يزيد الثالث. شوف دقيقة شو الماحي، دقيقة نبداو عندك فيديو كي داير. فضل هذا الملك ديالنا الحبيب سيدنا محمد السادس قفل 63 سنه، يعني تفاش مع الرقم 63 في العمر ديالو. مزيدا من التالق، مزيدا من الازدهار، والله يشافيك ويطول في عمرك ويخليك لنا تاج فوق الراس يا سيدنا يا حبيبنا يا الملك محمد السادس. دعوا له بالشفاء العاجل ان شاء الله، والله يطول في عمره باش يشوف المزيد من الازدهار ان شاء الله في حياته ان شاء الله. والله مدامتك مرة دايرتها لك ستوري في لانيفرسير تاعك، مدامتك خمسة على شوف اتفرج خويا. شوف هاو يبزق عليها الفيديو راح حابس اللاحي. يمشي واش من حابس. راهي يتقطع عندنا هنا. المشكل عندي ولا عند الماحي خوت؟ ما في التعليقات قال لك عندك. عند الماحي انا مبارطاجي عنده. دقيقة مبارطاجي من هذا الانترنت الاخر خاص يكون. راك شوف وين هي في مكة. شوف في النبي صلي عليه، اللهم صل عليك يا سيدنا يا رسول الله، اللهم صل عليك يا سيدنا يا رسول الله. يقول مولاي ادريس وتبارك الله على سيدنا. واش رايك اخويا؟ هذا الماحي هذا ماشي اللي كان يتجول في الشوارع وكانوا يسلموا له عليه الدم. هذاك هو اللي كان يبوسوا له في رجليه. هذاك قال لك هو حتى هو من يقرب للرسول صلى الله عليه وسلم. حول ولا قوة اسمع اخويا هذا زي ما حضرتك شايف أو بمنتهى البساطة، محمد السادس بسبب ضعف نفوذه وضعف سيطرته على الواقع في المغرب وضعف نفوذه في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا بشكل عام، هو الرئيس الوحيد المهدد بالاختطاف بعد مادورو. هو الرئيس الوحيد اللي ممكن دونالد ترامب يدخل عنده البيت ياخده من سريره بملابسه الداخلية كده، ياخده من سريره ويسافر بيه على أمريكا ويعتقله بمنتهى السهولة. الرئيس الوحيد في إفريقيا اللي بالضعف ده وبقلة الحيلة دي وبقلة النفوذ ده بمنتهى البساطة. يعني أنا مش بجيب الكلام ده من عندي، الناس كلها بتقول الكلام ده، الناس كلها بتؤكد على هذا الكلام ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لايك على الفيديو، شير للفيديو، شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.